يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح الايس كريم بالمانجا الزيادة. النهاردة بقى هنعمل ايس كريم المانجا بمكون واحد بس، هنعمل احلى ايس كريم سهل بسيط. طعمه تحفة. جميل، هيعجبكم بجد. الوصفة سهلة جدا، لأي حد ممكن يقف يعملها في دقيقتين 3، مش هتاخد اكتر من كده. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. يلا بقى بينا نبدأ ونشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي وكانت سهلة ازاي. بس قبل ما نبدأ بقى، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتراكي، وتحط لنا بقى اللايك الحلو وكومنت بقى من كومنتاتكم اللي تساعدني. يلا بينا بقى نشوف الوصفة ونشوف عملنا ايس كريم المانجا ازاي. انا عندي مانجايه جبتها قشرتها، اخدتها كده حطيتها في الفريزر لحد لما اتجمدت معايا. واهم حاجه في اي ايس كريم لازم يبقى متجمد معاكي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. والمكون اللي انا هحطه عليها النهارده نص كوبايه كريم شانتيه خام. المانجا طبعا انتوا عارفين هي بتبقى مسكره. انا هحط معلقتين سكر، اللي مش حابب ما يحطش، اللي حابب يزود يزود. السكر ده يا جماعه اختياري. هاخد المانجا بتاعتي واضربها ضربه حلوه كده في الكبه لحد لما تتفرم معايا فرمتين حلوين زي ما انتم شايفين كده الاول. ولو لقيتها مش ماشيه معايا قوي هحط لها من معلقه لمعلقتين ميه. انا مش عايزه فيها اي سوائل خالص. انا هنا ما احتاجتش معايا الحمد لله ميه خالص وما حطيتش. هنزل بقى بنص كوبايه الكريم شانتيه ومعلقتين سكر. وبرده هاخدهم كده، بقول لكم الميه جنبي اهي، هشوف لو هستخدمها ولا لا، بس انا ما استخدمتهاش. هضربها بقى ضربتين حلوين زي ما انتم شايفين كده. واروح جايه بقى فاتحه الكبه بتاعتي، ولما كل اللي في الجناب اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده، هلم بقى كل اللي في الجناب. سكر بقى متبقي، ايس كريم شانتيه، هخلي بقى كل الحاجات كده تتلم على بعضها واديها ضربه على السريع كده. وكده يبقى خلاص معايا جاهز الايس كريم، سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. هديها بقى ضربه كمان وكده خلاص معايا. طبعا بقى همصمص بقى الدنيا كلها، دي مانجا انتوا عارفين. خلص بقى كده ونجيب بقى اي علبه معانا تكون بغطا. يعني لازم الايس كريم اي علبه تكون بغطا. ليه بغطا؟ عشان خاطر ما يدخلهاش ميه تلج واحنا بنحطها يحصل اي حاجه، فلازم تبقى بغطا. زي ما انتم شايفين كده العلبه بتاعتي بقى هسوي كده الايس كريم واديله خبطتين وكده يبقى جاهز معايا خلاص. اشيله في الفريزر من 6 ساعات ل 8 ساعات. بس انا بصراحه عملته بالليل واكلناه تاني يوم. سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص. هدخله بقى على الفريزر ونيجي نقدمه بقى مع بعض. كده كان خلاص معايا بقى تاني يوم بالمنظر الجميل ده، والريحه بقى روعه. المانجا طبعا. بس عايزه بقى انصحكم، المعلقه بتاعه الايس كريم دي مش حلوه نهائي. انا جربتها مره واتنين وعشرة مش عاجباني. واكتشفت ان مش هي دي بتاعه اللي هو بتاعه الراجل بتاع الايس كريم، معاه معلقه تانية غريبه. مش هي دي خالص. بس على مين طبعا، انا اخدت بقى وعدلت وخليت بقى البوله بوله، يعني مش هغلب. ايه رايكم؟ بصوا بعافر وبطلع وهعمل احلى برضه بوله واحلى ايس كريم. لو عندك بقى اي حاجه للتزيين حطي. انا بصراحه ما كانش عندي وهو ما كانش مستاهل اي تزيين. طبعا المانجا ملهاش بديل في اي حاجه. كده خلاص معايا الايس كريم سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل. بحب كومنتاتكم بتسعدني قوي. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، وتكتبوا لي كده في الكومنتات لو احتجتوا مني اي حاجه. كنت معاكم رشا السعيد، سلام.